جايبالي عروسة منتقبة يا ماما. يا حبيبي. أنا يا ماما. وفي سري قلت ده أنا عمري ما عرفت واحدة منتقبة ولا توقعت إني هعرف. مالهم يعني اللي لابسين بناطيل وحاطين ميك اب وموزز دول؟ مش تجيبيلي واحدة قمر؟ بقولك إيه يا أدهم يا ابني، البنت دي لو لفيت الأرض كلها مش هتلاقي زيها. يا ماما يا ماما، ده أنا ما بركعهاش. هو أنت بتتفشخر يا أخويا؟ ربنا يهديك يا حبيبي. وبشرب سجاير. اسكت يا كداب، انت لسه شفتها؟ وتاني يوم لقيت ماما بتصحيني ومحضره لي لبس شيك وبتقول لي اجهز عشان رايحين نشوف العروسه. لبست ورحنا. قعدت معاها مستنيها ترفع النقاب وتوريني وشها، بس ما رفعتش وانا ما اتكلمتش وعادي. وبعد ما روحنا، ليه؟ هو انت ما شفتش وشها؟ لا يا ماما، امال هتتجوز واحده ما شفتش وشها ازاي موكوس؟ ومين قال يا ماما انها هتجوزها بس؟ لقيت ماما نفسها بيضيق وتعبت جامد، فطلعنا على المستشفى. وفي المستشفى كنت واقف متوتر جدا لحد ما خرج الدكتور. مالها يا دكتور؟ طمني عليها. للأسف الحالة حرجة جدا، يا ريت نبعد عنها الانفعال. طيب عندها ايه يعني يا دكتور؟ عندها اشتباه جلطة. أول ما دخلت لها كانت بصالي بتعب وحزن وقالت لي هتتجوز إسراء الأسبوع الجاي. نعم نعم يا ماما، أنا شفتها بدالك يا حبيبي، ما تخافش على ضمانتي. يا ماما بس أنا بموت وعاوزة أفرح بيك قبل ما أموت وأحضر فرحك. ما تقوليش كده يا ماما، ألف بعد الشر، عشان خاطري يا أدهم حققلي الأمنية دي قبل ما أموت. أنا بقى أدهم المنشاوي، عندي 27 سنة، أصغر واحد في العيلة. الدلع كلمة شوية عليا، بس مع ذلك ناجح جدا في حياتي. خريج كلية تجارة ومستلم منصب مهم جدا في البنك. عندي عربية ومعايا فلوس، بس شاب روش، يعني أدوب البنت من دول بكلمة واحدة. وستايل اللبس آخر صيحة. كل يوم بعرف واحدة شكل. حاضر يا ماما، حاضر، هتجوزها. وعدت الأيام وفعلا اتجوزت إسراء. أنا ما اتكلمتش معاها نص كلمة، متجوزها كده يعني سد خانة ومنظر قدام أمي عشان صحتها وعشان أريحها. ويوم الفرح كنا واقفين أنا وهي في الصالون. انتي نامي جوه في الأوضة وأنا هنام هنا في الصالون. ما ردتش ولا ورتني وشها حتى. لعلمك أنا متجوزك عشان خاطر أمي وبس، فما تحسسنيش إن أنا ظلمك. قشطة؟ وفي سري قلت ده أنا المظلوم. وأنا نايم بالليل لقيت قمر بمعنى الكلمة خرج من الأوضة ودخل جاب كوباية مية. أنا كنت قاعد متنح. إيه ده؟ لا لا لا، أكيد بحلم. صحيت لقيت الفطار محطوط على السفرة، ولقيت باب الأوضة متوارب، وسمعت صوت تبارك الله. إيه الجمال ده؟ بصيت لقيتها قاعدة على المصلية وبتقرأ القرآن. بقيت واقف ونسيت نفسي من جمال صوتها، وفضلت كده لحد ما خلصت ولفت وشافتني. بصيت لها وتهت في جمال ملامحها. كانت قمر بشكل مش معقول، عمري ما شفت الجمال ده. محتاج حاجة؟ لا لا شكرا. ولعلمك محدش طلب منك تحضري الفطار. دخلت أخدت شاور ولبست وكنت نازل رايح الشغل. انت نازل؟ ليه؟ في حاجة؟ لا لا هو ولا حاجة، مع السلامة. الله يسلمك. رحت الشغل، قضيت يومي بالطول وبالعرض، ضحك مع دي وهزار مع دي، كلام في الشات مع دي. وروحت سمعت برضه صوتها الجميل وهي بتقرأ القرآن. استنيتها لما خلصت وبصت لي. هو فين الغدا؟ محدش طلب مني أجهز غدا. شعرها اتفرد على الإسدال اللي كانت لابساه. بصت لي وقالت لي لو انت متجوزني عشان أمك فأنا متجوزاك عشان أبويا، بس في النهاية الجوازة دي حصلت بموافقتنا إحنا الاتنين، فنحاول نعامل بعض باحترام لحد ما نوصل لحل مع بعض. أنا مش هبلة ولا عبيطة ولا بسكت على غلط، خليك عارف كده كويس. عاوز غدا من عيون الاتنين، تقول قبل ما تمشي وتجيب بكرة معاك وانت جاي خضار، وباقي الحاجة هبقى اكتبها لك في ورقة، وتسيب هنا فلوس عشان بتاع الكهرباء جه امبارح، وانا مش هصرف على بيتك من معايا. يلا
في رعاية الله، ودخلت وقفلت الباب في وشي. ساعتها أنا كنت واقف مستعجب بضرب كف على كف. صحيت الصبح لقيتها بتحط آخر طبق على السفرة. كلت وجابت الشاي وحطته، وجاية أقوم من على السفرة قالت لي ما تنساش الورقة. طلعت 1000 جنيه من المحفظة وحطيتها على السفرة. هي قالت لي ربنا يسهل لك الحال ويرزقك يا رب. رحت الشركة وقعدت اشتغلت شوية. دخل صاحبي عندي المكتب، قعد وهو بيقول لي هعمل ايه في حياتك الجديدة يا معلم؟ عامل هباب، كل حاجة هباب. ليه يا عم؟ ده كل الشباب بتحلم تفتح بيت. يا اخويا بقول لك ايه، ما تبعت حد يجيب الحاجات اللي في الورقة دي، انا كنت هنسى. ايه اللي في الورقة ده؟ طماطم وخيار وايه تاني؟ اقرا دي كده. ما كفاية تحفيل يا حسام، انا عشان صاحب جدع هروح معاك بعد الشغل، انما مش هلاقي لك حد في الامن يعمل لك ده. ايه رأيك اشوف لك حد من العملاء بتوع البنك؟ قمت وسبته عشان اروح الاجتماع. اترقيت، ما كنتش متوقع ان منصبي في البنك يعلى اكتر من كده. طلعت من الاجتماع وانا ميت من الفرحة. يلا يا عم نطلع نتسوق عشان تعرف ان انا صاحب جدع. بس لقيت كل حاجة وانا مبسوط. روحت مفيش حاجة شفتها وما جبتهاش. فتحت باب الشقة ودخلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده كله؟ ده كل الحاجات اللي في السوق. الله، القرع ده انا هعمل فيه ايه؟ انا مش عارفة بيتعمل ازاي. هو فين الغدا؟ عشان انا ميت من الجوع يا اسراء. اسمي اسراء. بصيت لها وقلت لها يا اسراء، وابتسمت وهي كمان ابتسمت. جابت لي فراخ ومكرونة وجابت النسكافيه وجت قعدت جنبي على السفرة. أكلت، وبعدين لاحظت إنها ما جابتش طبق لنفسها وقعدت ساكتة بتتفرج عليا. هو أنتي مش هتاكلي يا إسراء؟ لا مش جعانة. سابتني لحد ما خلصت أكل. على فكرة أكلك حلو جدا. شكرا. بصيت لي بعد ما مسكت مج النسكافيه بإيدها الاتنين وقالت لي أنا امبارح بس وقت ما كلمتك بزاي قررت إني مش هسكت على إهانة تاني في حياتي. ما تفتكرش أو تتخيل إن في واحدة وافقت تتجوزك خلال أسبوع من وقت ما تقدمت لها بإرادتها. أنا إسراء، عندي 24 سنة، خريجة صيدلة، حفظت القرآن وختمته وأنا عندي 20 سنة. ماما الله يرحمها هي اللي حفظتني القرآن كله. كانت بتحفظ ناس كتير ومن ضمنهم والدتك، بس ماما ماتت في نفس السنة دي. وبابا اتجوز واحدة كانت مرات أب بمعنى الكلمة. قصت لي شعري مرة وأنا نايمة، وريتني أيام ما يعلم بيها إلا ربنا. وعشان بابا طيب ما كانش بيقدر يكلمها. كنت كل يوم بتهان بمعنى الكلمة، لدرجة إني قررت أنتحر مرة بس ما قدرتش. كان بيجيلي عرسان وهي كانت عاوزة ترميني لأي حد وخلاص، أي رمية والسلام. لحد ما في يوم والدتك قابلتني وعرفتني وافتكرتني، وبعدها عرفت إن العريس اللي متقدم لي ابنها. فوافقت عشان أخلص من شر مرات أبويا. عيونها دمعت في اللحظة دي وقالت لي فلو هنا كمان شر قولي، مش هقولك عشان انتحر لأن أنا عمري ما ارتكب الجريمة دي، بس قولي عشان أعرف أخد حقي. يومها بابا كان تعبان جدا، فضل يتحايل عليا ويقول لي وافقي يا إسراء عشان تخلصي منها. قامت ومسحت دموعها وقالت حكاية مأساوية صح؟ تصبح على خير، وأسفة إني صدعتك. شكرا يا إسراء، شكرا على دعوتك ليا النهاردة، أنا اترقيت بسببها. بصيت لي وابتسمت وبعدين دخلت. أنا قلت في سري هفضل على الوضع ده لحد إمتى؟ ليه كده بس يا أمي؟ عدى الوقت، الساعة جت 9. خرجت هي من الأوضة وقالت لي هو أنت قاعد ليه؟ ما بتصليش ليه يا أدهم؟ مش عارف. أنت متخيل إن 5 دقايق في كل صلاة كل يوم تقف فيهم قدام ربنا بيحموك من نار جهنم؟ عارف يا أدهم أنت لو صليت حوالي 27 يوم ورا بعض وقررت تاخدها تحدي عمرك ما هتقدر توقف صلاة بعدها، غصب عنك مش بمزاجك على فكرة. كل حاجة بتبقى بدايتها فكرة. طيب نتراهن 27 بس بجد؟ حوالي 27 يوم. خلاص قشطة قشطة، هبقى صحيك لصلاة الفجر بقى. دخلت أوضتها، الساعة جت 12 وأنا معدي من قدام باب أوضتها سمعتها بتعيط، بس مشيت ما خبرتش عليها. تاني يوم رحت الشغل
حسام جه عندي المكتب كالعادة وقال لي: شكل الجوازة دي وشها حلو عليك يا معلم، بصلي فيها بقى يا أخويا، بصلي فيها أكتر ما هي ناقص أصلها، هي طيبة وكل حاجة بس أنا لسه ما بحبهاش. مش عارف أنا كده بتبطر على النعمة ولا. يلا هسيبها بظروفها. عدى الوقت، طلعت من الشغل، رحت أبص على ماما، كانت أختي الكبيرة قاعدة معاها. ازيك يا أمي، عاملة ايه دلوقتي؟ مالكش دعوة بيا، المهم انت عامل ايه؟ أنا الحمد لله والله يا ماما، أنا بخير طول ما انت مبسوط كده ومريحني. ما جبتش إسراء معك ليه يا حبيبي؟ مم. عشان أنا طلعت من الشغل على طول وما قلتلهاش. المرة الجاية ما تجيليش من غيرها، تحطها في عينك يا أدهم. إسراء دي لو لفيت الدنيا بحالها مش هتلاقي زيها والله، خليك فاكر الكلام ده كويس. نزلت من عند ماما بعد ما حلفت عليا أتغدى معاهم. روحت كانت الساعة 9 بالليل. بعد ما قعدت مع أصحابي شوية، دخلت من باب البيت لقيت النور مطفي، إسراء في أوضتها. قلت ممكن تكون نايمة. دخلت المطبخ على الساعة 11، ما لقيتش فيه طبيخ، معنى كده إنها ما دخلتش المطبخ. أنا اتكلمت في سري وقلت: وأنا مالي بيها، ده أنا بتمنى تختفي من حياتي. لا لا لا، مش هخبط عليها، لا. إيه ده، أنا ما صليتش العشاء لسه. رحت اتوضيت وصليت العشاء وظبطت المنبه على وقت صلاة الفجر. صحيت ورحت اتوضيت، قلت أصحيها بقى عشان تصلي الفجر وأمري لله، ما هي صحيتني امبارح، أردها لها ونبقى كده خالصين. رحت وقفت قدام الباب وخبطت: يا إسراء، إسراء. بس إسراء ما كانتش بترد. فضلت أخبط لمدة 3 دقايق بس ما كانش فيه أي صوت. قلقت، رحت فتحت الباب لقيتها نايمة على السرير. وقفت جنبها، بصيت على وشها لقيته أحمر خالص كأنه بيطلع نار. إسراء، إسراء اصحي عشان صلاة الفجر. سمعتها بتقول: عشان خاطري يا ماما، بالله عليكي خديني معاكي يا ماما. حطيت إيدي على دماغها لقيتها سخنة جدا. فضلت أكلمها برضه وهي كانت في دنيا تانية. رحت جبت مية ساقعة وتلج وفوطة وفضلت أعمل لها كمادات بس ما كانش في حاجة بتتغير، وأنا أصلا مش عارف أتعامل وأنا بعرف الحاجات دي ومفيش هنا علاج. مسكت التليفون واتصلت بحسام. ألو، أيوة يا حسام، إسراء تعبانة وما بتنطقش وأنا مش عارف أعمل إيه. حسام ساعتها كان نايم، اتكلم بصوت كله نوم: إسراء مين يا ابني بس؟ اللي أنا متجوزها يا عم. مراتك يا أدهم؟ ما تقول مراتي. بص أخويا في المستشفى دلوقتي، هكلمه وأجيلك وناخدها على المستشفى. لا لا لا، خليك انت، كلمهولي بس وانا هروح له. خدتها وشلتها ونزلت، حطيتها في العربية وطرت بيها على المستشفى. وأول ما وصلت المستشفى دخلوها أوضة الكشف. الدكتور اللي هو أخو حسام جالي كان مستنيني ساعتها بنقالة ودخلها أوضة الكشف. البنت فعلا كانت صعبانة عليا جدا. وبعد شوية خرج أخو حسام اللي قال لي: إزاي سبتها لحد ما توصل للمرحلة دي؟ دي محتاجة نقل دم من كتر ما هي ما كانتش بتاكل، وكمان درجة حرارتها عالية جدا. احنا مش لاقيين كمان فصيلة دمها يا أدهم، لازم تتصرف بسرعة. فصيلة دمي حتى ما كانتش زي فصيلة دمها. فضلت اتصل بصحابي لدرجة اني نزلت صحتهم وجبتهم من بيوتهم في نص الليل، وفضلت ادور كتير لحد ما لقينا الفصيلة الحمد لله. مش عارف ساعدتها ليه، ممكن يكون خوف عليها كروح يعني ربنا خليها لا اكتر ولا اقل، ولا اني نمت على الساعة 10 على الكنبة اللي في وش سريرها. أنا كأدهم بكره المستشفيات، طول عمري ما بحبهاش علشان الإهمال اللي دايما فيها، مع إني عارف إن المستشفيات الخاصة استغلالية. لو حد مات قبل اليوم ما يكمل ما بيقولوش لأهله غير بعدها بيوم عشان يحاسبوهم على اليوم ده. مش مهم، مش موضوعنا. قلقت وقمت على أذان الظهر، قمت واتوضيت ونزلت صليت وطلعت. لقيتها بتفتح عيونها. أول كلمة قالتها لي: عايزة أصلي. هو أنت مش شايفة نفسك يا إسراء؟ ده أنت ميتة خالص يا ماما، ده دراعك مركبين لك فيه دم والتاني محاليل. بصيت لي وعيطت وقالت لي: بالله عليك، الدكتور على وصول، هنقول له ونشوف هيقول إيه. لقيتها بترفع إيدها وبتحركها وهي فيها الدم والمحلول هيقع. بتعملي إيه يا إسراء؟ كيس الدم هيقع. بلم شعري عشان أغطيه عشان الدكتور جاي. هو أنا جيت هنا بشعري كده؟ سكت بصراحة، ما كنتش عارف أقول لها إيه، ما أنا مش بنت وبخرج أكيد طبعا من غير طرحة. فبصراحة نسيت الحوار ده خالص.
يا إسراء اصبري بس، هندهلك على الممرضة تلمهولك وتلبسك الطرحة. طلع هو نده على الممرضة، لقيت الدكتور جاي من آخر الطرقة. دخلت بسرعة وقفت جنبها ومسكت الطرحة. بتعمل إيه؟ بلمهولك. لا سيبه خلاص أنا هلمه. هات الطرحة دي الدكتور جاي. أجيب طرحة إيه؟ الطرحة في الإسدال أهي. هو أنا جيت هنا بالإسدال ده؟ أو الدكتور أهو. الدكتور اللي هو أخو حسام صاحبي. أهلا أهلا، ألف سلامة عليكي. حاسة بإيه دلوقتي؟ كده موتي حسام من الرعب عليكي؟ أنا في سري قلت؟ يا ابن الكذاب، أنا مت من الخوف؟ مش للدرجة دي يعني. ابتسمت للدكتور وقتها وقالت له الحمد لله. ممكن أصلي؟ من فضلك ما ينفعش تقومي من مكانك دلوقتي. أولا لأن كل المحاليل لسه ما خلصتش، هي وكيس الدم. ثانيا لأنك لو قمتي وقفتي هتقعي تاني مرة واحدة. وبعدين ما تنسيش إن درجة حرارتك لسه ما استقرتش. بعدها الدكتور استأذن وخرج. في الوقت ده جالي مكالمة، لقيت ماما هي اللي بتتصل. بقولك إيه، هطلع أرد على ماما، هي شكلها في الطريق. إحنا قدامها إيه أسعد زوج وزوجة على وش الأرض الخرابة دي. وطلعت بره، نزلت أجيب قهوة، بس قبل القهوة كلمت ماما ورحت جبت لها شنطة وحطيت فيها نقاب. رجعت بعدها الأوضة ما لقيتهاش. سألت الممرضة، هي قالت لي عايزة أروح التويلت، فشلت لها المحاليل والحاجة. وما رحتيش معاها؟ لا ما رضيتش. فين التويلت هنا؟ مع إن الممرضة خلفت كلام الدكتور، بس أنا ما حبيتش أتكلم وأعمل ليلة وعديتها. بس المشكلة دلوقتي إن ده تويلت سيدات، أنا هدخل إزاي؟ فضلت واقف قدام التويلت ما بنطقش، واقف دقيقة 2 3، عاوز أكلم أي واحدة داخلة عشان تندهلها وتشوفها، بس كنت ساعتها محرج جدا. ماما كانت خلاص على وصوله أصلا. 5 دقايق لقيت في صوت في الحمام عالي، وبعدين واحدة طلعت بسرعة وكانت بتمد، لو سمحتي في إيه جوه؟ في واحدة كانت بتتوضى وأغمى عليها جوه، هروح أنده للدكتور، هو حضرتك تعرفها؟ لقيتني تلقائي دخلت بسرعة التويلت. لقيت واحدة هترش مية على وشها، بس ما ترشيش، وشلتها من على الأرض ومشيت لحد ما وصلت لباب أوضتها. كل المستشفى كانت بتتفرج عليا بمعنى الكلمة. وقتها بعد ما حطيتها على السرير زعقت للممرضة وقلت لها اندهيلي الدكتور حالا. ساعتها كانت ماما داخلة. مالها إسراء؟ انت عملت فيها ايه يا أدهم؟ وبتزعق ليه؟ وكنت شايلها كده ليه وماشي ليه؟ هكون عملت فيها ايه يعني يا ماما؟ لقيت ماما بصت لي وبصت لها وبدأت الدموع تجري من عينها. أنا ملبرة حنينة؟ والله يا ماما ده أنا حاططها في عيني، ده أنا لو لفيت الأرض دي كلها مش هلاقي واحدة زي إسراء. وسمعت لها الكلمتين اللي هي قايلهم لي أصلا. أمال هي مالها يا ابني؟ دي جالها دور سخونية بس وعندها أنيميا. لقيت الدكتور دخل في اللحظة دي، كشف عليها وعلق لها المحاليل، وأول ما خرجت وراه. بقولك يا دكتور، أنا مراتي دماغها ناشفة، جايبها آخر مرة كانت واقعة في التويلت وما بتريحش نفسها، فاديها منوم ولا حاجة، أصلا التعب اللي فيها يهد جبل. هو أنت مش شايفها عاملة إزاي؟ بقولك يا دكتور جايبها واقعة في التويلت، وإلا وتتوضى وتنزل تصلي، ولما بتقوم بتمشي من غير ما تقولي. طب تمام. وطلب أخير، طمن أمي بس وقول لها إنها هتبقى كويسة، وإن مفيش حاجة علشان هي مريضة قلب وجلطة وكده. حاضر. دخل الأوضة فعلا وعمل كده، وبعد شوية كان قاعد هو ومامته وهي نايمة على السرير. أجيب لك حاجة تشربيها يا ماما أو تاكليها؟ مش لما مراتك تفوق ونطمن عليها يا أدهم؟ لا ما هي مطولة. قصدي يا ماما مش الدكتور طمنك عليها؟ وأنا بصراحة ما أكلتش حاجة من آخر مرة كنت فيها عندك. تعالي ننزل ناكل، ولا أقولك هجيب لك الأكل هنا. طب وطي صوتك عشان خاطر مراتك تعبانة. وفعلا سبتها ونزلت، جبت أكل وطلعت. كان جه الليل. روح انت يا أدم وأنا هفضل معاها. لا يا ماما، روح انت تعبانة وأنا اللي هفضل معاها. يا حبيبي انت ما نمتش ولا ثانية. يا أمي أنا هبقى قلقانة عليكي، قصدي عليكم. أصرت وفعلا روحت. ظبطت المنبه على الساعة 6 الصبح، بس ما عرفتش أصحى. صحيت على 12 الظهر، صليت ولبست وطلعت أجري. أول ما وصلت لقيت إسراء صاحية وماما قاعدة جنبها وبتأكلها. أعمل إيه يا حبيبي؟ ماما قالت لي إنك ما نمتش امبارح طول الليل، وحشتني. في اللحظة دي أنا تنحت، سكت شوية، وبعدين جاية أتكلم تهتهت وقلت لها أنا الحمد لله. أنتي إيه أخبارك؟ بتقولك وحشتني يا أدهم،
ما ترد على مراتك يا ابني. أرد؟ حاضر يا ماما، وانتي كمان وحشتيني قوي يا قلبي. راحت إسراء وقتها ضحكة خبيثة. أنزل أجيب لك فطار يا ماما؟ بدل ما تسألني يسأل إسراء يا أخويا. إسراء يا ماما بتاكل من المستشفى مواعيد. ليه؟ هو أكل المستشفى ده أكل؟ ولا بقولك إيه، أنت تنزل تجيب لي فرختين مشويتين كده والسلطات بقى، وتظبط لي الليلة كلها. سامع؟ فرختين؟ فرختين ليه يا ماما؟ هي والدة؟ يسمع من بقك ربنا يا أدهم. أنت بس شد حيلك يا حبيبي. يلا يا أدهم، قوم كده وما تجيش من غير اللي قلتلك عليه. ما كانش لازم والله يا طنط تتعبي نفسك وتباتي امبارح. ليه يا إسراء بتقولي كده؟ هزعل منك والله. ليه؟ هو انت مش عارفة معزتك في قلبي عاملة ازاي؟ الواد أدهم ده زعلك؟ قولي بصراحة. لا خالص يا ماما، ده حتى طيب معايا جدا والله. سبتهم يتكلموا ونزلت وجبت، وبعدها وصلت بعدها بنص ساعة. خدي يا ماما، كل انت الفرختين وسيبيها تاكل الأكل اللي هنا اللي الدكتور قال عليه، عشان الدكتور ما يتكلمش معانا. ولا اقفل الباب ده وتذنب كده وحط الكرسي وراه لحد ما أكلها. مش جعانة والله يا ماما. لازم تشدي حيلك كده وتاكلي كويس يا إسراء. أدهم، سمعت قلتلك إيه؟ حاضر يا ماما حاضر. شديت الكرسي، حطيته ورا الباب، حطيت رجل على رجل. أخيرا هفتح فيس وارد على 100 رسالة اللي بعتهم لي 100 بنت إياهم. أخيرا نزل رجلي من على رجلي يا أدهم، وانزل جيب المية والشاي وهاتلك نسكافيه. يلا يا حبيبي، يلا الهمة كده. رفعت راسي وبصيت لها. وهاتلي إسراء عصير. وإسراء كانت هاتك يا ضحك. نزلت وطلعت لقيت ماما بتديلي سندوتش. ايه ده اللي فاضل من الفرختين؟ لا يا حبيبي، هعمل لك كمان سندوتش، خلص ده بس الأول. باكل أول قطمة. ها بقى، هتجيبولي حفيد امتى عشان ألحق أشوفه قبل ما أموت؟ وفضلت أكح، شرقت من الكلمة. مالك يا أدهم، بتموت ولا إيه؟ إسراء كانت قاعدة بتضحك بس. ما تروحي بقى يا ماما عشان تريحي شوية. طيب طب ما تروح انت يا اخويا. بص انا رايحة التويلت وراجعة، خلي بالك من مراتك على ما اجي. ها؟ ومشيت. وبعد ما خرجت إسراء بصت لي وقالت لي: على فكرة مامتك كانت مصرة انك عذبتني او ضربتني او انك انت السبب، فعلشان كده اتكلمت معاك كده اول ما جيت، لانك برضه مالكش ذنب. لا بس طلعتي ممثلة بارعة اهو. في الوقت ده جه الدكتور وكشف عليها وقال لها: لا عال خالص، احنا كنا فين وبقينا فين. ما ينفعش يا دكتور تخرج من المستشفى بقى. لا لسه محتاجة يومين كمان ولا 3، لسه محتاجين نطمن عليها اكتر. اخدته على جنب وقلت له: يا دكتور والدتي قاعدة معاها وكبيرة في السن وانا مش عاوزة تتبهدل، فممكن تشوف لنا ممرضة تقعد معاها لحد ما تخف. انا ما عنديش مشكلة، وتبقى تيجي تشوفها برضه يا دكتور، وتجيب حسام معاك. ده كله اللي طنط يا ادهم، دي على راسنا من فوق. خلاص ماشي، بس بعد المحلول اللي في ايدها ده ما يخلص روحوا وانا هبعت لكم الممرضة. لميت الحاجة ونزلتها العربية هي وماما، وبعدين طلعت عشان اجيب إسراء. يلا يا إسراء. مشيت قدامها وهي مشيت ورايا. ببص لقيتني في اخر الطرقة وهي لسه في الاول. ايه يا إسراء ما تمشي؟ حاسة اني مش قادرة اخد نفسي. طب اجيب لك مية؟ لا. طيب اجيب لك كرسي؟ لا شكرا يا ادهم. طب اشيلك؟ ده الاسانسير هناك اهو. لا طبعا، تشيلني ايه؟ لا ده انا شايلك لحد دلوقتي مرتين. قلت لها كده ورجعت سندت على الحيطة. يلا يا إسراء. يلا ايه؟ هاتي ايدك هنمشي، انا مش قادرة اشيل تاني بصراحة. مدت لها ايدي ومسكتها. نزلنا في الاسانسير. كل ده بتنزله؟ معلش يا ماما، اصل إسراء كانت دايخة وانا قلت لها اشيلك وهي ما رضيتش. يرضيكي يا ماما؟ بصيت لإسراء اللي وشها جاب الوان. ليه يا إسراء ما خليتوش يشيلك؟ هو مش جوزك ده ولا ايه؟ يا دماغي. بصيت لها وقلت لها بكل تريقة خبيثة: مالها دماغك يا إسراء؟ شكلها رخد ودماغها وجعتها من العربية يا ماما. خلاص قربنا نوصل اهو. والله انا خايفة عليكم تتحسدوا، انتوا شكلكم اصلا كده محسودين. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي عشان اطلعك الشقة. لا انا جاية معاكم، مش هسيب إسراء كده. مش شايفها لسه تعبانة؟ وبعدين دي مش ام حفيدي؟ هو فين حفيدك ده يا ماما؟ انت بتسألني انا يا اخويا؟ وصلنا باب الشقة وبعدين دخلنا.
قولي عندكم ايه يتطبخ يا ادهم؟ ما تتعبيش نفسك يا ماما، انا اقوم اطبخ عشان تتغدي معانا. هو مين اللي تعبان ومين اللي سليم ومين اللي جاي مع مين بس؟ اقعدي يا اسراء، نامي انتي وارتاحي. تعال انت يا ادهم عشان تساعدني. انا انا يا ماما؟ اه انت. هو في غيرك؟ ايه ده بسم الله ما شاء الله، تلاجتك مليانه يا ادهم، وبتجيب ليه كل ده؟ ده انتم نفرين بس يا ابني. لا بس طلعتي كريم يا ولا يا ادهم. وطبخنا وخلصنا، والأول مرة في حياتي ماما توقفني معاها في المطبخ، والممرضة جت قعدت مع إسراء شوية لحد ما نامت وبعدين مشيت. بعد الأكل ما خلص، روح يا آدم صحي مراتك عشان تتغدى. ما تروحي تصحيها انت يا ماما، ما تنجز يا واد عقبال ما رص الأكل على السفرة. دخلت الأوضة، بصيت عليها وهي نايمة، حسيت إني تهت في ملامحها، نايمة زي الملايكة بجد، شعرها مفروض على وشها، خدودها حمرا عشان لسه عندها سخونية ولا إيه. طلعت أجري، حطيت إيدي على راسها لقيتها في حرارة بس مش زي الأول. لقيت حاجة جوايا بتقولي أنت حبيتها ولا إيه؟ الحب مش بإيدينا، الحب هو أجمل شيء يجمل الحياة في روحنا وقلوبنا وعيوننا. ربنا هو اللي بيزرع الحب في قلوبنا، ممكن ما يكونش بإيدينا، بس ربنا هو اللي بيخلي كل حاجة صدفة بكل تدبير وإحكام ووقت معين. بالنسبة لنا مجرد صدفة، ربما هي الأفضل والفريدة من نوعها، وربما لا تأتي غير مرة واحدة. قربت منها. إسراء، إسراء، اصحى عشان الغدا. لقيتها بتفتح عينها وبتقولي طيب تمام أنا جاية أهو. ماما رصت الأكل ومستنين بس ما جاتش. ما تروح يا ابني تشوف مراتك، روح. رحت لقيتها لسه نايمة. يا ماما دي نايمة، نامت تاني. طب اطفي النور وسيبها نايمة كمان شوية وأنا هأكلها لما تصحى. المحاليل اللي بتاخدها دي بتتعب أكتر وبتنيم. وعلى فكرة بقى، مراتك تعبانة قوي، خلي بالك منها شوية. اشمعنى يا ماما اخترتيلي دي بالذات؟ وليه ما تقولش إن مجرد سبب وإنها اسمتك ونصيبك؟ لعلمك ربنا بيحبك عشان كده خلاها نصيبك، وفي الوقت هتلاقيها شبك أكتر وأكتر. وفجأة لقينا الباب بيخبط، قمت أفتح لقيت مرات أبوها. مين؟ أنا كنت ساعتها عارف بس حبيت أستعبط. إزيك يا أدهم يا حبيبي؟ هو أنت ما تعرفنيش بجد؟ مين يا أدهم؟ أهلا، اتفضلي يا حبيبتي. الست دخلت وقعدت. اقعدي اتغدي معانا. قومي يا أدهم، قوم اغرف لحماتك. قمت جبت لها أكل وقعدت كلت. قومي يا أدهم اعمل لنا الشاي. أمال فين إسراء؟ هو أنت لسه فاكرة تسألي؟ نايمة والله وتعبانة، بس برضه ما يصحش تسيبك كده انتي وجوزها وما تقومش تأكلكم وتشوف طلباتكم. بقولك تعبانة تعبانة. طيب هي فين وانا ادخل اشوفها؟ مش قلنا نايمة؟ بصيت للست من تحت لتحت وقالت لي يعني مش هعرف اشوف بنتي التعبانة ولا ايه؟ اللي اعرفه ان حضرتك مرات ابوها مش امها الحقيقية ولا ايه؟ ايه؟ ده انا اللي مربياها. عيب عليك كده يا ادهم، دي بنتي. هي قالت لك حاجة وحشة عليا ولا ايه؟ لا 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 لا، ده انا طول عمري شايله اسراء في ان عيوني، وانا اللي مربياها. وهو ده فيها بتفضل تكذب وتوقع ما بين الناس. توقع ما بين الناس؟ خلاص بقى، ادخلي شوفيها يا حبيبتي، وصلها يا ادهم. اتفضلي. دخلت باب الاوضه وفضلت واقف وراها. سمعتها بتقول ما تصحي يا اسراء ولا هتعملي لي فيها مستومته يا اختي. انت ايه اللي جابك هنا؟ لا امك دعيالك يعني؟ ايه العز اللي انت فيه ده كله يا بت؟ ولا جوزك ولا حماتك وطيبتها؟ عاوزة ايه؟ عاوزة فلوس. فلوس؟ فلوس ايه؟ وليه؟ مالكيش فيه ليه يا اختي؟ المهم انك تجيبي لي فلوس، يا اما هطلع اشحتهم من جوزك وحماتك وافضحك بقى، وانا عارفة نفسك عزيزة عليكي قوي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ده انتي بتتحاسبيني عليا يا اسراء وفي وشي. هي دي تربيتي ليكي؟ تربيتك؟ قولي تعذيبك، ظلمك، قولي حاجة زي كده. بس انت عارفة ربنا ما بيسيبنيش، وهتعيشي وتموتي من غير ولاد لوحدك كده. عارفة ليه؟ عشان انا دعيت عليكي وانتي ظلماني، ودعوة المظلوم مش بتترد يا مرات ابويا. لقيت اسراء في اللحظة دي بتصرخ، فتحت الباب ودخلت بسرعة. لقيت مرات ابوها بتشدها من شعرها، واول ما شافتني سابته اكنها بتحسس عليها، وراحت قايلة بسرعة مالك يا اسراء؟ ايه اللي بيوجعك يا حبيبتي؟ اطلعي بره. الست اللي بصت لي تاني من فوق لتحت وقالت لي نعم؟
مسكتها من دراعها، فتحت الباب وقلت لها ما اشوفش وشك هنا تاني. عملت لي كده يا أدهم عشان دي ست عقربة يا ماما. كويسة يا إسراء؟ خلاص بقى يا إسراء، بطلي عياط يا حبيبتي. ساعتها مش عارف ليه عملت كده، بس بجد ما حبيتش إن الست دي تيجي عليها أكتر من كده، ولو ما كانتش ست كان زماني مديت إيدي عليها. كنت عاوز أنام. أنت هتفضل قاعد لي في الصالون هنا؟ إيه، مش هتدخل تنام؟ أدخل أنام فين يا ماما؟ ولا خد كوباية العصير دي واديها لإسراء، خليها تشربها كلها، سامعني؟ ونام بقى عشان شغلك بكرة. ما تنام انت معايا يا ماما، وأنا أنام في أوضة الأطفال. لا، عشان لو احتجت حاجة بالليل أنا مش هقدر أقوم أشوفها. أخدت منها كوباية العصير وخبطت. ادخل. ماما قالت لي دخل كوباية العصير دي لمراتك تشربها، وتخمد عشان عندك شغل الصبح. يعني هتنام هنا يا أدهم؟ باين كده. بصي، أنا هاخد بس بطانية ومخدة وهنام على الأرض. هتنام على الأرض؟ في التلج ده؟ بص، هو السرير كبير وياخد 3 مش 2 كمان، بس اوعى تكون بتشخر. لا، ما بشخرش يا ستي. قولي، صليت قبل ما تنام؟ الحمد لله. حسيت بإيه لما ابتديت تنتظم في الصلاة؟ حسيت إن ربنا راضي عني وإني راضي عن نفسي. شعور حلو أوي بجد. تخيل إني كنت ببذل كل يوم أضعاف المجهود اللي ببذله في الصلاة، فجلد ذاتي. أنت ما بتصليش ليه؟ أنت مش مسلم؟ طب إيه اللي بيدل على إنك مسلم؟ ده أول حاجة تتحاسب عليها تبقى الصلاة. هتفضل كده لحد إمتى؟ بس لعلمك يا إسراء، لسه 27 يوم ما خلصوش، ولو خلصوا وقفت صلاة وعرفت أعمل كده، الرهان هيبقى صعب عليكي قوي. إسراء ضحكت كتير. أول مرة أشوفها بتضحك كده من قلبها. كل ملامحها كانت بتضحك. سرحت في ملامحها لمجرد لحظات. كنت فرحانة ومبتسم. لا، إن شاء الله أنا اللي هكسب. هنشوف. نمت. ما صليناش الفجر، حاضر، لأن اليوم كان طويل جدا، وأنا وهي راحت علينا نومة. قلقت قبل المنبه ما يرن بلحظات، وأول ما صحيت لقيت إسراء نايمة جنبي. كانت نايمة زي الأطفال، بس كان وقتها الدنيا ساقعة. شلت الغطا بتاعه وحطيته عليها. لقيت لي تاني مرة حاجة بتقولي انت حبيتها ولا ايه يا معلم؟ بدأ حالي يتسلح. بطلت أكلم البنات، بقيت بتعامل بحدود أكن حاجة ربطاني. بعدها بأسبوع جالي خبر نقلني الفرع جديد، بس بعيد شوية، وهرجع بعدها ب15 يوم. إسراء ابتدت تتحسن، وماما هتروح خلاص. لا، هي فعلا بتلم حاجتها وماشية. وبعد ما مشيت إسراء، أنا هسافر 15 يوم تبع الشغل وهرجع تاني. 15 يوم؟ بجد؟ حسيت للحظة حزن في عيونها على كلامي، بس كدبت نفسي. تروح وترجع بالسلامة، ربنا يسهل لك الحال. هتبقى تكلمني؟ أكيد طبعا. طب ممكن أطلب منك طلب؟ اتفضلي. في واحد زميلي فتح صيدلية، أنا عاوزة أنزل شغل، فبقترح لو أنزل أشتغل فيها شوية. هو اقترح عليا يعني؟ صاحبك؟ لا، زميلي. هو خريج صيدلة، وأخو صاحبتي، وهي كمان خريجة صيدلة. أنا بقيت بزهق من القعدة بجد. ممكن يا أدهم؟ وحياة مامتك عندك. بشرط هروح أشوفه الأول وأكلمه قبل ما أسافر. عجبني تعامله هقولك تمام. لو قلتلك مش موافق يبقى مفيش نقاش. إن شاء الله توافق. وتاني يوم رحت وكلمته وعجبني تعامله بصراحة. روحت البيت بالليل، لقيت كيكة وحاجة ساقعة وشمع، وإسراء واقفة بصت لي وقالت لي لو ما وافقتش أنا مش هزعل، وما تفكرش إن الكيك دي رشوة سمح الله. لا، دي علشان أنت هتمشي، وأنا دلوقتي ممكن أرتكب جريمة فيكي. ليه؟ ليه بس يا أدهم؟ بصي، مفيش شغل للستات في البيت ده. يعني مش موافق؟ بصي، لو جبتيلي كيك حالا وقطعتيه كده زي الشطرة برضه مش هوافق، عشان الستات عندنا ما بيشتغلوش إلا الدكاترة. إسراء بابتسامة بعد ما حطت إيدها على بقها من الصدمة. بجد؟ مش عارفة أشكرك إزاي. بعدها ب5 دقايق أجيب لك كيك تاني يا أدهم؟ أنتي أكلتيني كيك كله يا إسراء، حرام عليكي. أنا بقى عازمك على فيلم على اللاب. بجد؟ اسمه إيه؟ طب نوعه إيه؟ رعب. رعب يا إسراء. فاكرني هخاف ولا إيه؟ اتكل على الله وشغله. لعلمك اللي بيصلي وملتزم وبيقرأ القرآن ما بيفرقش معاه مليون فيلم رعب. اسمه إيه يا أدهم؟ هقولك كل حاجة، تعالي بس نقعد. قعدنا واتفرجنا على الفيلم، وكل شوية أبص ألاقيها مغمضة عينها وتقولي ما تقولش إيه اللي حصل. انتي ما بتخافيش خالص يا إسراء، انتي بتترعبي بس.
هي الخدعة الصوتية دي السبب لعلمك، هي اللي بتخضني كده. خلصنا الفيلم وعملنا فشار وفضلنا نتكلم احنا الاتنين لحد الفجر، اتكلمنا عن حياتنا. سألت نفسي سؤال وقلت ليه ما اتجوزتش إسراء في وقت غير ده؟ ليه مش قبل كده؟ وفعلا لقيت الجواب إن الوقت ده مش بتاعنا وإحنا ملناش دخل فيه، ده بحساب ومواعيد ثابتة ربنا كاتبها، إحنا ملناش دخل فيها. فضلنا سهرانين نتكلم ونحكي ونضحك لحد الفجر. قمنا صلينا، أنا صليت بيها وبجد كنت حاسس إني أسعد إنسان في الدنيا. ما صحتهاش بعدها وأنا مسافر، نزلت بدري لقيتها بترن الساعة 11. ليه ما صحتنيش أسلم عليك قبل ما تنزل يا أدهم؟ ما حبيتش أقلقك. طب خلي بالك على نفسك وابقى كلمني أول ما تفضى. فضلت بعيد عنها 10 أيام ما شفتهاش، ولا بصيت لعيونها ولا شفت ابتسامتها ولا عياطها حتى. كل التفاصيل دي كانت فعلا وحشاني. هي نزلت الشغل، بكلمها كل يوم شوية، بس بجد أنا عاوز أشوفها. فاضل 4 أيام وال27 يوم يخلصوا. هحاول أنزل اليوم ده، هحاول على قد ما أقدر. لازم أفرحها لأنها قربتني من ربنا. قعدت أفكر كتير أعمل لها إيه. دي كل يوم بتدعيلي من وقت ما عرفتها، ورزقي كل يوم بيزيد. ونزلت فعلا اليوم ده، ركبت عربيتي ونزلت الساعة 12 بالليل وهي فاكراني لسه هنزل بكرة. فتحت باب الشقة ودخلت. إسراء، يا إسراء. إيه ده، أنت جيت بجد ولا أنا بحلم؟ اصحي بسرعة والبسي الدرس الأسود ده. ليه، مين مات؟ بسرعة عشان أنا مستنيكي تحت في العربية. 5 دقايق ونزلت، قعدت جنبي. شايفة الشوارع فاضية ازاي؟ تقدري تطلعي ايدك من شباك العربية وتاخدي نفس. واو بجد الجو حلو قوي، ايه الإحساس القمر ده. نزلت وفتحت باب العربية وهي كمان نزلت. أنا مراتي دكتورة. باين كده. شايفة الصيدلية اللي هناك دي يا إسراء؟ يا أدهم، في وش البحر. تعالي نجرب نفتحها. نفتح حاجة مش بتاعتنا يا أدهم؟ هنسمي، ولو اتفتحت تبقى بتاعتنا. تعالي بس امسكي المفتاح وافتحي كده. مسكت المفتاح فتح. بصيت لي باستغراب وقلت لها هتشتغلي دلوقتي في الصيدلية بتاعتك انتي، أنا ما بحبش مراتي تشتغل عند حد. انت بتتكلم بجد يا أدهم؟ أصلك انت اللي كسبتي الرهان. بس الرهان حرام وأنا ما كنتش عاوزة حاجة، بس أنا حبيتك. طول عمري كنت مستنية أعوض ربنا يا أدهم، بس ما كنتش متوقعة إن هيبقى بالحلاوة دي. أحيانا بيكون عوض ربنا بعد الصبر أعظم انتصار، وكأن روحك طايرة في السماء من غير أجنحة. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. ياريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بأي قصة جديدة بتنزل. واستنونا في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير.